السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوان الكرماء وأيها الحاضرون رحمكم الله، لا كلمة ولا قول ألقيتها إلا كلمة الشكر. الحمد لله رب العالمين الذي قد أعطانا رحمة وتوفيقا حتى قدرنا على الاجتماع في هذا المجلس المبارك، والصلاة والسلام على أسعد المخلوقات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حامل البشرى على المتقين وحامل النذر على المرجمين. المكرم إلى رئيس المؤسسة التربية الإسلامية دار السعادة، أيها الحاضرون السعداء، ولا أنسى أيضا أن أشكر شكرا جزيلا إلى رئيس الجلسة التي قد أعطاني فرصة ثمينة لأن أخطب أمامكم جميعا تحت الموضوع خلق الشبان مع كريمة. أيها الحاضرون السعداء، ظهر أمامنا بين الرجاء والتحدي. الرجاء هنا أننا قد شهدنا نهضة الإسلام ونشوره في هذا الزمان بمعمور المساجد ومؤسسة وتعليما في علوم الدين. بل التحدي الذي نقابل الآن هو ثقافة الغرب بوسائل الكمبيوتر، تلفون، إنترنت وغير ذلك، وهذه وسائل تتضمن السلبية كما قالها الدكتور فردام ويليام، أن بعض آثار السلبية من وسائل الاتصال والمواصلة هو تغيير ثقافة المجتمع، ونحن لا نخاف لو كان التغيير مصيرا إلى وجه إيجابي، بل الواقع أن تغييرا مصيرا إلى عكسه، أي إلى وجه سلبي. منها كثير من جيل شباننا كطالب المدرسة واقعا على بيئة السكران مثل ويسكي، براندي، اكتسي وما أشبه ذلك. المؤتمد الواحد والقبضة الواحدة لدفع حياة الناس من أي تحدي والاختيار والامتحان هي الامتساك بالإسلام والرجاء لمرضاة الله، ناهضة ذا مرجك ومأمولا لأجيال الإسلام وطلاب المدرسة على حين لمواجهة الحياة بالخيرات والحسنات بهذه القبضة، مطابقا ومناسبا بتغيير قول القائل أن المدرسة هي المؤسسة قادرة لترقية علمية الطلاب المناسبة بنمو العلوم والتكنولوجيا. ذكرى لأهمية الدور المدرسة في بناء الإنسان الإسلامي
ومتخلق بمكارم الأخلاق. فقال الله تعالى في سورة النساء الآية 9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إخوان الأعزاء، ولنخشى ولنخاف لو تركنا أجلا ضعيفة، إما من جهة المال والجسد والعلم وجهاد الحياة، وأخواف من ذلك وسوء الأخلاق. لماذا؟ لأنه سيفسد ويسمم نتيجة الجهاد الكريم، حتى لا يصير رائد الأعباء، بل جمة ومؤقتا ومهتمة الأعمار. نعوذ بالله من ذلك. مع أن التاريخ سيخبرون ويشيرون إلى الحماس بكل الحماس ومستولية عامية دينية، دين الإسلام الذي نعانقه. شبان اليوم رجال غدا، ونحن اليوم شبان، وسوف نكون رجالا وكودا في المستقبل. لذلك تحقيق المجتمع الديني يعني مجتمعا يعتمد أهله على المبادئ الخمسة، يطيقون أوامر ربهم ويرسخون في المعارف والتكنولوجيا. لا بد علينا أن نطبق ونحقق 3 أشياء. الأول النظام والنشاط. الإنسان مثالي، لا بد من نظام ونشاط في طلب الرزق وتصرف المال في سبيل الله، الاستعداد للمستقبل الناجح. وعلى عكس، إذا كنا كسلنا ليس لنا نظام، فانتظر الساعة الغامضة والمؤسفة، لأن الكسل لا يطعم العسل، والإنسان كسلان لا يذوق حلو عسل. لا يسر إلا بعد عسر، ولا جهاد إلا بالتضحية. كسول وقت الشباب، خلكم موت الكبار. الثاني الأمانة. الأمانة من مميزة الإنسان المثالي. الأمانة نحو نفسه ونحو غيره. لا بد على الآمن من التعاون. لماذا؟ لأنه من التعاون خالص ستكون شخصا قويا وحفظا لحياته. الثالث الإنسان مثالي، لا يصيبه اليأس، مباشر حسب درايته وجرفته، لا يزال يبحث ويبحث حتى يكون ماهرا خير الأمم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. أيها رئيس هيئة التحكيم والمستمعون الكرام، منذ بداية هذه الخطبة القصيرة إلى نهايتها نلخص أن المدرسة هي مكان التربية وتعليم الطلاب، ارتفاع وارتقاء إمكانية البشرية. الثاني أنه قادر على جعل كل أمة إسلامية ومتخلق بمكارم الأخلاق بطريقة النظام وتصديق أو الصدق والصبر في نفوسهم. الثالث تعمق العلم والحلم بتطبيق التكنولوجيا بجانب الإيمان والتقوى. في المدرسة ستصير المدرسة قوية وتقدمية في تأمير الناس كلها. ولنخشى ولنخاف لو تركنا أجيالا ضعيفة، إما من جهة المال والجسد والعلم وجهاد الحياة، وأخواف من ذلك
وسوء الأخلاق. لماذا؟ لأنه سيفسد ويسمم نتيجة الجهاد الكريم حتى لا يصير رائد الأعباء بل جمة ومؤقتا ومهتمة الأعمار. نعوذ بالله من ذلك. أيها الحاضرون السعداء، اكتفيت كلامي في هذا النهار، وإن وجدتم مني أخطأ فهو من نفسي، وإن وجدتم مني صوابا فهو من الله. أخيرا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan menyelesaikan pidatonya pemegang nomor undian 321 atas nama Muhammad Wali Al-Khalidi. Beliau utusan dari YPI Darussaada Aceh, Asjadi Cot Gelempang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren.